السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي العزاز، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وانتم كتابعوا معايا هذا الفيديو. هذا معكم شيوة الدرسية. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة ديال تحضير البودرة ديال الثومة الحمراء والبودرة ديال البصلة الحمراء حتى هي كذلك، بدون شمس وبدون فران، بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الفران. ونتمنى منكم يا الخوت ديروا لي ابوني وجيم وبارطاج القناة ديالي مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وتتابعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر. نبداو على بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنشد اخوتي البصله ديالتي، كنقيها وغادي نقطعها ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا انا قطعتها هكذا، قطعتها رقيقه بزاف. الا بانت لكم شي حاجه غليظه كتعاودوا تقطعوها هكذا بالموس، كتجي رقيقه باش دغيا طيب لكم في المقله، ما تاخذ لكمش وقت كتير. هيا خوتي كنجيب واحد الزويف وكنفرش فيه البصله ديالتي، وغادي نشفها مزيان من داك الماء اللي فيها باش ملي نجي نطيبها ما تاخذليش واحد الوقت كتير. كما كتشوفوا خوتي في الفيديو كنشفها مزيان مزيان. صافي خوتي، خليت البصله ديالتي كتنشف واحد شويه. هنايا جيت غادي نصايب معكم الثومه من بعد ما نقيتها، ودابا هنايا كنقطعها هكذا شنان صغارين، يعني رقاقين بزاف باش تسهل ليا منين نكون كنطيبها دغيا طيب وما تاخذليش وقت كتير. فايت قلت لكم بان الثومه راها يعني صعيبه بزاف. خاص الا بغيتو تصايبوها ديروا هذا الليقات ديال اليدين، لانها راها كتضر بزاف. ولكن انا مره اخرى ان شاء الله من بغي نصايبها غادي نطحنها في الهاشوار. هنايا عندي قزور معدنوس رقدتهم في الماء، كنخليهم هكذا مرقدين حتى كينزل منهم داك التراب اللي فيهم. وهنا يا خوتي كما كتشوفوا معايا راه فايت وصايبت البودره ديال الثومه وديال المعدنوس وديال اللقامه. كما كتشوفوا معايا اللون ديالهم كيبقى كما هو ما كيتبدلش. هادو صايبتهم غير في الظل، ما درت لا فران ولا شمس. يلا خوتي نكملوا التحضيرات. وهنايا الثومه ديالتي فرشتها في واحد الزويف وغادي نخليها ان شاء الله حتى هي تنشف، يعني نخليها حتى الغد ليه. هي والبصله هنايا قزبور معدنوس، من بعد ما غسلتهم مزيان من داك التراب اللي فيها غنديرهم حتى هما في واحد الزويف وغادي نخليهم يعني ينشفوا هكذا من الماء. وهنايا راني غطيتهم بواحد الزيف مشبك باش يدخل لهم الهواء وينشفوا دغيا. ماشي غادي ينشفوا، المهم غادي ينقص منهم داك الماء اللي فيهم وصافي. وها هو كلشي واجد حدايا. هنايا عندي هنايا قزبر معدنوس، هانتوما كتشوفوا راهم نشفوا شويه، الثومه كذلك، والبصله حتى هي راني بيتها ونشفات شويه، نقصت من داك الماء اللي فيها. هنايا القشور ديال الثومه وديال البصله وكذلك الكويس ديال القهوه ها هو حدايا حتى هو المساند الرسمي ديالي. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نطيب هاد الشي اللي وجدت. هادو غادي نديرهم في الفران. وهنايا كما كتشوفوا معايا درت البصله ديالتي فهاد السميده، هادي راه السميده ديال الكسكسو ديال الطعام. غادي ندير فيها البصله وغادي نمرمدها مزيان حتى كتلبس هاد البصله بهاد السميده. كما كتشوفوا معايا هنايا كنلبسها مزيان بهاد السميده هادي باش تشرب داك الماء اللي فيها. اصلا راه البصله ديالتي راها نقصات من داك الكميه ديال الماء اللي فيها ونشفات. ومن بعد غادي تشعلوا البوطه على نار مهيله بزاف كما غتشوفوا معايا باش ما تحرق لكمش البصله وطيب مزيان.
صافي كنبقى مستمره كنحرك البصله ديالتي حتى كطيب وكتولي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هنايا غادي تبان لكم بحال الا محروقه، ولكن راها ما محروقاش، راها غير طيبه ومقرمله. نتوما شوفوا مزيان. صافي هنايا ولات هنايا مقرمشه. غنطفي عليها ونخليها حتى تبرد ان شاء الله، وغادي نطحنها وغادي نكمل باقي التحضيرات. غادي نطيب ان شاء الله الثومه دابا. هانتوما شوفوا كيف جايه. صافي ملي كطيب البصله ديالي هنايا كنغربلها مزيان من ديك السميده اللي لاصقه فيها، وهاد السميده هذه كنحتفظ بها كناكلها والله العظيم فيها واحد البنه يا سلام. كليتها غير هكذا كل مره كندير واحد المعلقه هي وديك السميده اللي طيبت فيها الثومه، يا سلام. بنفس الطريقه اللي طيبت بها البصله غنطيب بها حتى الثومه. هنايا كندير السميده الغليظه ديال الكسكسو وكنغلف بها مزيان هاد الثومه هذه، وغادي نشعل البوطه على نار مهيله وغادي نبقى قبلها كنحركها مزيان حتى كطيب ليا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البودره ديال الثومه. ها هي طابت، هانتوما غادي تشوفوا وغتسمعوا التقرميشه ديالها. كاينين شي حبات اللي طابوا مزيان تقرملوا، وكاين شي وحدين اللي مازالين بحال هذا اللون هذا. هانتوما شوفوا. وديك السميده حتى هي راها زوينه كما قلت لكم، غادي نحتفظ بها بعد ما نغربلها. ودابا كنغربل الثومه ديالتي من بعد ما طابت، غادي نغربلها مزيان من هاد السميده هذه. واخا تبقى فيها شي حبات ديال السميده معليش، والسميده هذه حتى هي غادي نحتفظ بها كما قلت لكم، راه غادي ناكلها. المذاق ديالها بصراحه عجبني بزاف. ممكن انكم طيبوها حسوه بحال البلبوله، كتجي زوينه ولذيذه بزاف. من بعد ما طيبت البصله والثومه والقزبر معدنوس درتهم في الفران، خليت الفران حتى سخن وطفيت عليه، وعاد درت القزبر معدنوس، يعني ما خداليش واحد الوقت كتير، قول واحد قسمين، حيت الفران كان سخون. ودابا هنايا غادي نطحنهم وغادي نديرهم في القاعي. الا وصلت اخوتي حتى لهنايا ما تنساوش ديروا ليا جيم وابوني للقناه وتفعلوا الجرس باش اي حاجه درتها توصل لكم. والى عجبكم المحتوى ديالي نتمنى دائما تبقاو على تواصل مع القناه ديالي. ديروا مشاهدات واعطوا القناه ديالي للاصدقاء ديالكم فضلا وليس امرا، والله يرحم لكم الوالدين. ونتمنى تشجعوني. بغيت ان شاء الله نطلع القناه ديالي، حيت شحال هذه ما وليتش حطيت فيها حتى شي حاجه. مشاو لي الارباح، مشاو لي كلشي، ونتمنى تعاونوني. البودره ديال الثومه حتى هي كطحنوها مزيان وتغربلوها وديروها في القراعي باش تبقى محافظه على ديك النكهه ديالها. ما طحنوهاش كامله، طحنوا غير النص والنص عاوتاني خليوه. نهار اللي تسالى لكم عاودوا طحنوه. هنا يشوفوا اللون ديالها كيف جاي يا سلام، اللون زويون. بعدا حاجه ديال الدار كتعرفوا شنو درتو، وكتشريو غير شويه كتعطيكم واحد الكميه كثيره. هانتوما شوفوا اللون ديالها. ودابا غادي نطحن كذلك البصله حتى هي. والبصله غادي نطحنها كما كتشوفوا معايا. شوفوا اللون ديالها كيف جاي. هنايا كما قلت لكم راه ما محروقاش، ها هو اللون هنايا باين وواضح. البصله ملي كطيب كتولي على هذا اللون هذا حيت هي اصلا حمراء. شوفوا اللون جاي، اللون مغلوق، والمذاق جاي حتى هو واعر، واحد المذاق زويون. هانتوما شوفوا اللون. صافي غادي نعمرها في القريعات وغادي نطحن غير النص، والنص الاخر غادي نخليه باش تبقى محافظه على النكهه ديالها. ملي تسالى لي ديك القريعه غادي نعاود نطحن هاد النص هذا اللي باقي ليا. هانتوما خوتي شوفوا. حاجه ديال الدار سبحان الله كتكون دائما زوينه، وكتعرفي راسك شنو درتي فيها. ما فيها باس كل مره نديرو شي حاجه ديال الدار.
بقاو لي هاد القشور ديال البصله مع ديال الثومه، كل مره كندخلهم للفران حتى كيبسوا، عاد غادي نطحنهم ان شاء الله. وهنايا راني كنطحنهم من بعد ما يبسوا، خليط ما بين الورق ديال الثومه مع البصله، عطاو واحد المذاق زوين. هذا ممكن انكم تستعملوه في الشوربات ديالكم، راه كيجي مذاق زوين ورائع. هانتوما شوفوا، يعني حتى حاجه ما تضيع لينا، حتى الورق نستافدوا منهم حيت هما فيهم البنه. وهنايا القريعات ديالي ها هما عمرتهم، وكل حاجه درت لها السميه والتاريخ امتى صايبتهم باش نعرف التاريخ امتى غادي تسالي. يعني هادشي هذا يقدر يدوز لي العام كامل، راه ما كيخسرش ويفوت حتى العام. حاجه ديال الدار نقيه. وهذه اللي كتشوفوا قدامكم هذا راه معجون ديال الثومه، صايبتها بالحامض مسير والسكينجبير. اللي بغات تشوف الوصفه ديال هذا المعجون ديال الثومه راه حاطاها في القناه. هذا المعجون ديال الثومه راه صايبتها هذه عام، كتبقى لي كما هي كما كتشوفوا، ما كتخسر ما كيتغير اللون ديالها. صايبتها هي والثوم عادي بلا منكهات. هذا غير زدت ليه المنكه ديال، زدت ليه سكينجبير طري والحامض مسير. هذا هو المنظر اللي كيعجبني نشوف من بعد هاد التعب كامل. هانتوما شوفوا معايا البودره ديال الثومه كيف جاي اللون ديالها والمذاق ديالها حتى هو زوين. حاجه ديال الدار كتكون نقيه وكتعطيك كميه كثيره بدل ما تشري قرعه السلالك في سيمانه. كتشريها على يدك وتصايبيها وكتاخذ لك واحد يعني واحد هكذا شهر شهرين. لا، حسب الاستعمال اللي كديري نتيا. الا شريتي مثلا عين 6 كيلو راه يدوز لك شهر حتى لشهرين. هنايا هذا القزبور والاخر المعدنوس. ونطلبكم اخوتي انكم ديروا لي ابوني وجيم وتبارطاجيو القناه ديالي. القناه ديالي هملتها هذه 9 شهور ما حطيت فيها حتى حاجه، صافي حيدوا لي الربح، حيدوا لي هذا السوايع. دابا خاصني نجمع 4000 ساعه وندفعها تاني للمراجعه. جاني الملل حيت ما كاين لا مدخول لا والو، هملتها وعاوتاني قلت نوض نخدم عليها وصافي. داكشي اللي بغى الله مرحبا به. يلا اخوتي، دابا غادي نخليكم في امان الله. قبل ما نقول لكم بسلامه، هنايا درت واحد الزليفه ديال البصاره، درت معاها البودره ديال الثومه، وغندير معاها البصله المقرمله. كيجي فيها واحد المذاق بنين بنين بزاف. غير جربوه يا المشاهدين وردوا عليا. بطبيعه الحال كنديروا الزيت البلديه وكنديروا الكمون، واللي بغى الحاره كيدير السودانيه. جربوها البنات وتشوفوا راه بنين بزاف. النكهه ديال البصله المقرمله مع الثومه بودره كيجي مذاق رائع بزاف. وبهذا كنقول لكم خليتكم في امان الله، ونشوفكم قريبا ان شاء الله يا ربي. شكرا اللي وصل حتى لهنايا.